الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأحبتي في الله. نجيب عن سؤال، هذا السؤال يخطر في بال كثير من الناس اليوم. هذا السؤال وهذا الإشكال سببه ما نراه اليوم من بعض الصور المغايرة لهذه الحقيقة التي نطق بها القرآن الكريم عن الصلاة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إلا أننا نجد اليوم البعض من المصلين بمجرد خروجه من المسجد يشعل سيجارته، هذا يشعل سيجارته، وهذا يذهب إلى محله ليكمل مسيرة الغش والتحايل على الناس، وهذا يذهب إلى وظيفته ليقصر في عمله، بل يغلق مكتبه أمام المراجعين أصحاب الحاجات، وهذه تخرج من المسجد لتكشف عن شعرها وتتبرج في مشيتها، وهذا يذهب إلى بيته، خرج من المسجد وذهب إلى بيته بعد أن أدى الصلاة، يسيء إلى أهله وإلى أولاده. فأين أثر الصلاة؟ لماذا نجد هذه الصور المغايرة لهذه الحقيقة التي نطق بها القرآن الكريم بأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه حقيقة لا تتبدل ولا تتغير ولو على مر السنين والأعوام؟ ما هو السبب في ذلك؟ طبعا العلماء يقولون السبب في ذلك واضح، لأن الناس اليوم يؤدون الصلاة ولا يقيمونها. نعم، الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الصلاة، مع العلم أن أكثر عبادة ذكرت في القرآن الكريم هي عبادة الصلاة، وذلك لبيان عظيم منزلتها وفضيلتها. فدائما تجد أن القرآن الكريم يقول: وأقيموا الصلاة، وفي آية أخرى وأقاموا الصلاة، وفي آية أخرى ويقيمون الصلاة، وفي آية أخرى والمقيمين الصلاة. تجد أن القرآن الكريم يذكر الإقامة ولا يذكر الأداء. لذلك تجد أننا اليوم وللأسف نؤدي الصلاة ولا نقيم الصلاة. نؤدي الصلاة بحركات، نعم حركات، ركوع، سجود، اعتدال، وضع يدين على الصدر، فقط حركات، دون أن نستشعر حلاوة ولذة المناجاة في الصلاة. أين الخشوع في الصلاة؟ أين الطمأنينة في الصلاة؟ أين السكينة في الصلاة؟ أين الشعور بالشوق للقاء الله عز وجل، الشعور بالهيبة وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واقعنا اليوم وللأسف. وكأن الصلاة لو نطقت الصلاة اليوم لقالت: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم، تجد أننا نصلي خلف الإمام لا نعلم ماذا قرأ وكم صلى وكم عدد الركعات، فقط نتابعه دون أن نستشعر عظمة هذه المتابعة. وهذه المصيبة التي وقعنا فيها اليوم. لذلك لم تعد هذه الصلاة لها أثر على سلوكياتنا وتعاملنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد أن بعض السلف، وإذا أردنا أن نسوق الحديث عن السلف وطريقة صلاتهم لوجدنا كم نعاني من البعد والنقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان أحدهم إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه ويقول: إني واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملك الملوك؟ إذا أنا كنت أقف بين ملك من ملوك الدنيا وأشعر بالهيبة، ألا يحق أن أستشعر
وأن أستحضر هذا الشعور وأنا أقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. لذلك لن نجد للصلاة أثرا على سلوكياتنا وتعاملنا إلا إذا حققنا إقامتها على الوجه الذي أمرنا الله عز وجل به. عندها تكون الصلاة سببا في نهينا عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لإقامة الصلاة، وأن يجعلنا ممن مدحهم وأثنى عليهم بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختم الحديث في هذه الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. نسأل الله أن يجعلنا ممن خشع في صلاته، وممن حافظ على أدائها وإقامتها في وقتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.